مقطع لشاب مصري عمره 19 سنة 20 سنة، نوارة. فشو يقول فيها؟ الظاهر هنا هو عندنا في هيوستن الظاهر بتعالج، نفسي ألتقي فيه. فالمهم بقول أنا كاتب مسوي تيك توك، ويقول واحد نشره عنه يقول أنا تعالجت من السرطان وعاد انتشر، يا رب أموت. زعلت عليه يا أخي، إحنا كلنا حنموت ترى. ايه، كلنا حنموت وحنندفن وحتنقبر، وانا وانت والكوكب حيندفن، ما حد بيعيش ترى. لا تفرح كثير يعني لو انا مت اليوم انت بتلحقني، انت على الويتنج ليست بتكون. المهم، فهذا الرجل كاتب ان شاء الله اموت وما ادري ايه وكذا يائس ترى. قبل مده امدي اندرسون كان في طبيب يعالج السرطان، شاب مات بحادث سير، واللي كان يعالجهم بعدهم عايشين ومعهم سرطان رئه وقلب وعقل وكل وبنكرياس. زين. فالمهم، اسمع للقرآن، اسمع للقرآن، اسمع ربنا وش يقول. الله عز وجل لأيوب جلس 18 سنة في البيت. أيوب عليه السلام جلس 18 سنة في البيت، فما يقدر يتحرك. 18 سنة ما يقدر يتحرك. ربنا وش قال له؟ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. خلاه يركض وما جاب له الدواء لعنده. يقدر يقول له يعني أيام هاجر رب العباد جعل إسماعيل يحفر برجله كذا يطلع ماء لأنه طفل، لكن لأيوب قال له اركض برجلك، يعني حرك جسدك، اتحرك، والحركة بركة. حرك جسدك، اتحرك، واذهب للدواء، ترى الدواء هنا قريب. فقام أيوب يحبو عليه السلام وركض حتى وصل للدواء الماء واغتسل وشفي. فربنا جعل أيوب يتحرك قبل العلاج، يتحرك قبل العلاج. فأنت يا شاب إن شاء الله يصلك الفيديو، وكل مريض سرطان يصل الفيديو. فأنت يا حبيبي يا شاب، قبل ما تقول أنت يا شاب يا حبيبي، قبل ما تقول إن شاء الله أموت وإن شاء الله كذا وإن شاء الله ما أعرف إيه، اعرف أن اليقين كلنا حنموت. يعني أنت لما تقول يا رب أموت، أنت هذه الدعوة على فكرة تستجاب، ما تستجاب أنت حتموت. استغفر الله العظيم، الرسائل هذه صحيحة. أنت حتموت شئت ما بيت، سواء دعيت أو ما دعيت. لكن يا سيد الحبيب، يا سيد الكريم، الله عز وجل يحب الإنسان فيه التفاؤل. بمعنى آخر إن حسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا. وحنموت، هل هذا الظن شر؟ لا، ما هو ظن شر، لكن على الأقل الشفاء ما تعرف متى يأتيك. فأنا أتمنى يصل الفيديو لكل مريض سرطان. ترى أنا مريض سرطان، ورجلي تشوف حجمها وارمة، ومع هذا الحين رحت تسوقت، وصلت البيت، والحين بشرب قهوتي، بطلع أتمشى وبحط في شوارع هذا، بحط في شوارع الدنيا. فإن شاء الله يصلك المقطع، وأقول لك سيدي الحركة بركة. تحرك، حط في عزيمتك إنه هذا مرض عادي. زمان الآن إحنا لما نقرأ اللي يموت بالملاريا والكوليرا نضحك عليه. كيف كانوا زمان يموتون بالملاريا؟ اكتشفوا علاجه. الحين ما في حد، كل الحمى ما أدري كله له علاج. بعد 10 سنين 20 سنة 30 سنة يمكن باكر يخترعون علاج للسرطان. فانسى، اطلع من هذا الفكر. وهذا اللي حبيت أقوله، ويلا مع السلامة. أريد أفطر صراحة، وتحية طيبة لكم وبس.